ولكن مرة واحدة يلاقي الشموع كلها اتطفت، وكأن فيها وهب فجأة طفاها كلها مرة واحدة. فهنا عمر خورشيد كلم نفسه بسخرية وقال: هو في ايه؟ هو في عفريت هنا ولا ايه؟ واتصدم لما لقى صوت بيرد عليه وبيقول له: السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على قصة غريبة، قصة عفريت عمر خورشيد اللي عمره 1700 سنة. ايه هي قصة عفريت عمر خورشيد؟ ومين هو عمر خورشيد؟ ومين اللي حكى القصة دي وايه مصدرها؟ تابعوا معايا الفيديو للنهاية. وقبل ما نبدأ ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. معاكم رانيا موجي ودي قناتكم حكايات براند. هنتعرف الأول على مين هو عمر خورشيد. عمر خورشيد اتولد في 9 إبريل سنة 1945 في أسرة فنية عريقة. والده أحمد خورشيد وهو أستاذ التصوير السينمائي، وكانت بتربطه علاقات كتيرة بنجوم السينما وكبار الشخصيات في الوسط الفني ورواد الموسيقى. أما والدته عواطف هاشم فكانت من سيدات المجتمع، واتقال عنها إنها كانت جميلة جدا، وانفصلت عن والده وعمر سنه صغير. ولكن لما كبر عمر قرر يكمل بقية حياته مع والدته. وعمر خورشيد هو أخو الفنانة شريهان الكبير، أخوها من الأم، واتجوز 4 مرات في حياته. وعمر خورشيد كان عازف جيتار ومغني وملحن وممثل ومنتج، وكان بيعمل الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأفلام، واشتغل مع فنانين كبار زي محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم. وبدأ شغله في السينما بدور في فيلم ابنتي العزيزة، وبعدها مثل في أفلام ومسلسلات تانية كتير. ومات عمر خورشيد في حادثة عربية يوم 29 مايو سنة 1981، يعني كان عنده 36 سنة. وحادثة وفاته اتقال حواليها إشاعات كتير، وإن الحادثة دي فعل فاعل ومدبرة مش قضاء وقدر. ولو عايزين نعمل فيديو عن حادثة وفاته أو عن قضية قتل عمر خورشيد اكتبوا لنا في التعليقات. نرجع بقى لقصة عفريت عمر خورشيد. اللي كشف القصة دي هو الكاتب الصحفي حسن الحفناوي في مجلة الكواكب في العدد الصادر في 21 يوليو سنة 1981، يعني بعد وفاة عمر خورشيد بأقل من شهر. بيقول حسن الحفناوي إن عمر خورشيد في أيامه الأخيرة كان بيشوف في مكتبه مجموعة مصاحف كتير ومجموعة كتب بتتكلم عن الجن والعفاريت والأشباح، وإن عمر كان مواظب على الصلاة وقراءة القرآن. وحسن الحفناوي بيقول هو ما كانش عارف هل ده كان بسبب إن عمر كان حاسس إن نهاية حياته قربت، ولا بسبب خوفه من الجني اللي كان بيجيله مكتبه واقتحم حياته فجأة. وحكى القصة بدأت إزاي مع عمر خورشيد، وقال إن عمر في يوم وهو في مكتبه النور اتقطع، وقام في الضلمة جاب شمعة علشان يولعه ويكمل شغله. ولكن مرة واحدة يلاقي الشموع كلها اتطفت، وكأن فيها وهب فجأة طفاها كلها مرة واحدة. وفضل كل ما يحاول يولعها تطفي تاني، ويتكرر الموضوع أكتر من مرة. فهنا عمر خورشيد كلم نفسه بسخرية وقال: هو في ايه؟ هو في عفريت هنا ولا ايه؟ واتصدم لما لقى صوت بيرد عليه وبيقول له: لا يا عمر، أنا صديق. هنا عمر من كتر الرعب نط من فوق المكتب وطلع يجري على الباب وروح على بيته على طول، وهو مفزوع ومش مصدق إنه سمع الصوت ده. وبدأ يحاول يأكد لنفسه إن دي تهيؤات وإنها حاجة مش حقيقية وإنه كان بيهلوس، ولكن كان جواه خوف. هل ده فعلا حصل بجد ولا كان بيتهيأ له؟ وتاني يوم الصبح عمر خورشيد راح مكتبه. أول ما دخل المكتب اتفاجئ بإن الشموع اللي كانت مطفية بالليل ومش عايزة تولع لقاها كلها ولعة. واللي زود دهشته أكتر إن الشموع فضلت زي ما هي مولعة ولكنها مساحتش، مع إن الطبيعي إننا لما بنولع شمعة بتسيح من النار وبتدوب في خلال ساعة. وهنا عمر خورشيد حاول يطفي الشموع، ولكنه لقى الشموع مش عايزة تطفي. يحاول ينفخ فيها عشان يطفيها وبرضه مفيش فايدة، ما بتطفيش. فراح عمر جاب حتة خشب صغيرة علشان يطفي بيها الشموع، وبقى يضغط بالخشبة على الشموع وبرضه الشموع مش عايزة تطفي، واتفاجئ بإن الخشبة اللي في إيده هي اللي ولعت. وهنا عمر ملقاش قدامه غير إنه يقرأ قرآن علشان يطمنه وعلشان الحاجة الغريبة اللي موجودة في مكتبه تمشي. وفعلا جاب مصحف وبدأ يقرأ سورة ياسين. وعدى مفيش دقايق ولقى الشموع كلها اتطفت مرة واحدة، وحس بإيدين بتضغط على كتافه بقوة وكأن حد ماسك كتافه. فلف وراه ملقاش حد، وهو أصلا ما كانش معاه حد في المكتب. فبدأ يقرأ القرآن بصوت أعلى لحد ما الإيدين قوتها بقت تضعف، وفضلت تخف شوية بشوية لحد ما اختفت تماما ومشى كأن المجهول. ومرت الأيام وعمر خورشيد مش عايز يقول لحد على اللي بيحصل معاه لحسن يقولوا عليه مجنون. ولكن بعد كده بقى الزائر المجهول ده بيزوره كتير، وبعد فترة عرف إنه جني مسلم
وبقى هو وعمر خورشيد أصحاب بيقعدوا يتكلموا مع بعض بالساعات، وبقى يقدر يستدعيه في أي وقت هو عايزه من خلال كلمات بسيطة يرددها. وبيقول الكاتب الصحفي حسن الحفناوي إنه في يوم راح مكتب عمر خورشيد علشان يتفق معاه على شغل، والشغل ده كان عبارة عن أوبريت للأطفال وقصة سينمائية بعنوان سرقة الرأس الذهبية، وهو عن حادثة وهمية بيتم فيها سرقة راس الملك توت عنخ آمون، وكان عمر هيكون البطل فيه علشان يظهر عمر في الفيلم ده بشكل جديد غير الشخصية اللي دايما بيظهر بيها في أفلامه، بأنه عازف جيتار، وأنه عمر خورشيد هو اللي هيعمل الموسيقى التصويرية للفيلم ده. وقال مع أنهم اتفقوا على بداية كتابة سيناريو وحوار الفيلم ده، لكنه اتفاجئ بعمر بعد أيام بيقول له ما تكتبش سيناريو الفيلم ده دلوقتي، وعايزك تكتب لي سيناريو فيلم رعب، حاجة كده زي الفيلم الأجنبي انتقام الأرواح، وتبدأ في كتابته على طول. ولو ما عندكش فكرة جاهزة في دماغك ممكن تجمع شوية مقالات عن الأرواح والأشباح علشان تختار منها واحدة تنفع تكون فكرة للفيلم. وحسن الحفناوي قال إنه وقتها استغرب جدا من عمر، وسأله إيه اللي خلاك تغير رأيك كده مرة واحدة وتختار نوعية الأفلام دي فجأة؟ فقال له عمر إن ده لون هيجذب الجمهور، لأن الناس بتحب أفلام الغموض والإثارة، وفي نفس الوقت هيحقق إيرادات ضخمة، وإنه كمان عايز يخصص مكتبه للنوعية دي من الأفلام. وبعد مرور أسبوعين بيقول حسن الحفناوي إنه راح مكتب عمر خورشيد ومعاه فكرة الفيلم اللي طلبه منه، وأول ما عمر قرأ القصة الجديدة ظهر على وشه علامات الفرح وتحمس لإنتاج الفيلم الجديد. وفضل عمر يشرح لحسن تخيله عن الموسيقى التصويرية للفيلم تكون إزاي، واقتراحه لأبطال الفيلم، وإزاي يستغل المؤثرات الصوتية والضوئية وتسلسل الأحداث عشان يظهر الفيلم كعمل متكامل. وقال عمر خورشيد لحسن الحفناوي انت تعرف ليه يا حسن انا طلبت منك فكرة الفيلم ده بالذات؟ مش علشان انا عايز انتج افلام اثارة وتشويق بس، لكن في حاجة تانية هي اللي خلتني افكر في تقديم النوعية دي من الافلام، وعلشان انا بثق فيك يا حسن هقولك الحقيقة، ولكن وعدني انك ما تقولش السر ده لاي حد طول ما انا لسه عايش على وش الدنيا. فبيقول حسن وعدت عمر خورشيد اني هحفظ السر، فحكالي كل الاحداث اللي مر بيها، وازاي اتعرف على الجني اللي بقى صاحبه وبقى بيجيله كتير مكتبه ويكلمه، حتى ان الجني حضر لعمر في مرة من المرات وكان عنده سفير احدى الدول العربية في مكتبه، ولما سمع السفير صوت الجني اغمى عليه، وحاول عمر يفهمه ان ده كان صوت التسجيل وان التسجيل كان شغال، ولكن السفير ما اقتنعش بعد ما شاف عمر بيكلم شخص له صوت بس لكن ملهوش جسم. فبيقول الكاتب الصحفي حسن الحفناوي انا قلت لعمر طب انت هيفيدك بايه وجود الجني ده معاك؟ وعمر قال له ده بيقول لي حاجات كتيرة خطيرة لكن ما اقدرش اقولها. فحسن قال له انا خايف انه يأذيك. فعمر قال له طب وانا هتخلص منه ازاي؟ ده هو اللي اختارني. فحسن قال له طب قول لي حاجة من الحاجات اللي قالها لك الجني ده. فعمر قال له هو بيقول انه عمره 1700 سنة. فحسن قال لعمر دي معلومة مش جديدة، الجن معروف عنه انه ممكن يعيش ل10,000 سنة. فعمر قال بتردد لحسن هقولك على حاجة هو قالها لي بس انا ما فهمتش معناها، هو 1000 مرة وجهك معكوس على شظايا الزجاج. فحسن قال لعمر طب انت ما سألتهوش عن تفسير الكلمات دي؟ فعمر قال له سألته، فرد عليا وقال لي انه بركان احمر يتلألأ فوق جبال قاتمة السواد. فبيحكي حسن وبيقول الغريب ان محدش فينا فهم الكلام ده وقتها، لكن اللي حصل بعد كده ان عمر مات في حادثة عربية ورشقت شظايا الازاز في رقبته، فانفجر بركان الدم الاحمر في ارض الموت السوداء، يعني نفس وصف الجن له، وسبحان الله الذي لا يعلم الغيب احدا غيره. بيقول حسن في اليوم ده اللي انا كنت فيه مع عمر في مكتبه جاء الكاتب عبد الله احمد عبد الله الشهير بميكي ماوس، علشان كان في اتفاق بينهم على تحويل بعض كلماته الاغاني هيلحنها ويوزعها عمر خورشيد. ولما لقى الكاتب عبد الله ان عمر خورشيد سرحان ومش مركز معاه قال له خلاص يا عمر هعدي عليك الاسبوع الجاي. فعمر قال له لا يا استاذ عبد الله انا عايزك في موضوع مهم، لكن ميكي ماوس كان عنده ميعاد في التلفزيون علشان عنده تصوير برنامج، فصمم انه يمشي على امل انه يقابل عمر في وقت تاني علشان ينهوا الشغل اللي بينهم. وبعد ما مشى من المكتب عمر قال لحسن خسارة انه مشى، انا كنت عايز احكي له على موضوع الجني علشان هو قبل كده حكالي حكايات غريبة عن العفاريت والاشباح. فوقتها حسن قال لعمر وايه علاقة ده بده؟ فعمر قال له ممكن يعرف حد يساعدني في الموضوع ده، عموما ربنا يقدم اللي فيه الخير. فبيقول حسن الحفناوي ان القعدة بينه وبين عمر طولت لنص الليل واتكلمنا في حاجات كتير، وعمر كلمني عن والدته عواطف هاشم وعن خاله حسن وعن اخواته جيهان وشريهان اللي كان بيعتبرها كتكوتة العيلة، ومعرفش هو ليه كلمني عن الناس اللي بيحبهم في الليلة دي بالذات.
وبعد كده كملنا كلام عن العوالم الغامضة والظواهر الغريبة والأشباح، وفجأة اتقطع النور. فعمر خورشيد قال وهو بيضحك: صاحبنا وصل. فحسن بيقول له: مين؟ فعمر قال له: الجني طبعا، هو في حد غيره يقدر يقطع النور؟ فبيحكي حسن ويقول إنه وقتها لما سمع الكلام ده من عمر ما تكلمش تاني، ولقى عمر خورشيد جايب شمعة وولعها وحطها على المكتب قدامه، وبيقول في اللحظة دي إنه حس إن في حد قاعد جنبه وإنه لازق فيه ولكنه مش شايفه، وأنفاسه قريبة منه لدرجة إنه سمعها وحاسس بيها، وإنه سرح بخياله بعيد وحس كأنه انفصل عن الواقع ودماغه بقت في حتة تانية خالص، عالم تاني يعني، وإنه ما فاقش إلا على صوت عمر خورشيد وهو بيقول: على إيه؟ فقال له حسن: هو إيه ده اللي على إيه يا عمر؟ فهنا عمر ضحك وقال لحسن: مش أنت يا حسن اللي أقصدك في الكلام، معلش. فبيقول حسن الحفناوي: وقتها عرفت إن عمر كان بيكلم الجني اللي قاعد جنبي، وإن كان في حديث بينهم هما الاتنين، وفضلت ساكت وسرحان لحد ما خلصت الجلسة بتاعتهم اللي كانت بين عمر وبين الجني، وبعدها النور رجع تاني، وإنه بعدها قام يمشي علشان عمر تاني يوم كان مسافر لأستراليا علشان عنده حفلة هناك، وإنه هو على باب المكتب طلب منه عمر يحدد ميعاد مع الكاتب الكبير أنيس منصور صاحب المؤلفات الشهيرة عن العوالم الغامضة. وسافر عمر خورشيد أستراليا، وبعد ما رجع مصر اتصل حسن بيه علشان يتفقوا على ميعاد يتقابلوا فيه، ولكن ما تقابلوش لأن وقتها حصلت الحادثة الشهيرة اللي أدت لموته، واللي اتعمل له فيها جنازة كبيرة وحضر في جنازته شخصيات كبيرة من الوسط الفني، وكانت أخته شريهان الصغيرة منهارة من العياط. وبيقول حسن إن بعد وفاة عمر أخيرا فهم كلمات الجن اللي ما كانتش مفهومة اللي كان بيرددها وعمر عايش: وجهك معكوس على شظايا الزجاج، إنه بركان أحمر يتلألأ فوق جبال قاتمة السواد. فمات عمر خورشيد لما اتقلبت عربيته ودخلت شظايا الإزاز في رقبته، فانفجر منه بركان من الدم على الأرض قاتمة السواد في ليلة مظلمة. وما كانش حد يعرف طول الفترة دي إن الجني لما كان بيكلمه كان بيوصف له مشهد موته. ومات عمر خورشيد واتدفن معاه سر الجني العجيب اللي قال عليه الكاتب الصحفي حسن الحفناوي. بس الله أعلم هل حسن الحفناوي ده صادق ولا كذاب، لأن هو الوحيد اللي قال الحكاية دي، وخصوصا إن بيحكي تفاصيل المفروض إن مفيش حد يعرفها غيره هو وعمر خورشيد، وكان خلاص عمر خورشيد مات، يعني مفيش حد يقدر يكذب كلامه أو يقول إن فعلا الكلام ده حصل. وممكن تكون دي نفس القصة اللي كان بيألفها لعمر عشان يمثلها بناء على طلبه قبل ما يموت، واختلط عليه الأمر وحولها لموضوع صحفي ونشره في الكواكب. لأن الغريب في الموضوع إن شريهان أخت عمر خورشيد ما جابتش أي سيرة عن الموضوع ده، يعني شريهان لا أكدت ولا نفت موضوع الجني ده. وبكده خلصت قصة النهاردة عن عمر خورشيد وقصته العجيبة مع الجني. بس هل تفتكروا إن حسن الحفناوي صادق ولا لأ؟ عرفوني رأيكم في التعليقات. هستنى رأيكم في التعليقات. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انت مشترك ما تنساش تعمل شير في كل مكان، دعمكم مهم قوي عشان نقدر نكمل. ولو عايزين نتكلم عن موضوع معين اكتبوا لنا في التعليقات. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.